السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري. اليوم باذن الله غادي نديرو سلطه ديال الدنجال سهله وسريعه، ماشي زعلوك اللي كنستعملو، لا هذه سهله ومقادير سهله موجوده عندنا في كل بيت. عندي هنايا من بعد ما شوطت 3 ديال الدنجالات، شوطتهم فوق النار. بصراحه كيعجبوني داك التشواط ديالهم فوق النار، كيجي فيه واحد المذاق لذيذ بزاف. غادي ندرتهم في هاد الورق السلوفان، غادي نخليهم حتى يبردوا. ملي غادي يبردوا غادي نقيهم ونحاول ما نوسخهمش بزاف باش يبقى الدنجال ما حاديش نغسلوه، حيت الدنجال بغيناه يبقى محافظ على داك المذاق ديال داك الريحه ديالو، تبقى فيه داك الماء الا غسلناه بالماء بحال كتنقص. صافي هانتوما شوفوا، كنحاول غير بشويه نزول ليه القشره، كنزولها ليه غير بشويه. نصيحه ما تغسلوش، غير حاولوا بشويه تزولوا ليه هاد القشره ديالو، وحاولوا ما تطليوش الدنجال كله باش ما يجيش فيه هذوك الفرتيتات الكحلين ديال الدنجال، غير بشويه. وفي نفس الوقت ما غاديش نغسلوه كما قلت لكم باش يبقى فيه هذاك المذاق ديال المدخن ديال الدنجال، كتبقى فيه ديك الريحه هي اللي كتزيدوا واحد البنه. هانتوما شفتوا نقيتو غير بشويه، غير ما استعملت لا ماء لا حتى شي حاجه، حتى نقيتو مزيان. غادي ندير بحال هكاك حتى نكمل دوك الدنجالات. المهم انا خديت غير 3 دنجالات، كل واحد على حسب. صافي دابا غادي نضربهم بالموس وغادي نمعسهم مزيان مزيان. هانتوما شفتوا ما خاصش يبقاو فيه هذوك الحبيبات، هذوك ما يبقاش فيه ديك الحبيبات السوداء ديال القشره ديالو، باش ملي نجيو ناكلوه، حيت كما قلت لكم ما غاديش يعاود يطيب وما فيه لا طماطم ولا عطريه لا والو. مازال ملي كتكون فيه الطماطم ولا عطريه كيضرقوا هذاك الحراك، كيضرقوه ديال الجلده، واخا كيبقى ما كيديرونجيناش. اما هذا اللي كيجي كيجي بلا عطريه بلا والو، خصنا نقيوه مزيان. الا كنا غنقدموه للضيوف ولا خصو يكون نقي ما فيهش هذوك القشور ديالو الكحلين. صافي غادي نبقى ندير ليه بالسكين بحال هكا حتى نمعسو مزيان. صراحه كما قلت لكم سلطه سهله وسريعه في اخر لحظه يمكن لك تحضريها. صافي غادي نديرو في البول كما كتشوفوا، وغادي نضيف معاه الملحه، الكمون والثومه مقطعه، ما حكيتهاش غير قطعتها مزيان رققتها. وغادي نضيف زيت الزيتون، كيبغي زيت الزيتون بكميه وفيره، كيبغي زيت الزيتون مزيان. وضفت هذا الخل، هذا انا ما تقاد ليا الاخر، ضفت هذا العادي. صافي غادي نحرك مزيان. من بعد غادي نضيف القزبر مقطع. هانتوما شفتوا كنبقاو نحركو مزيان. واو على ريحه طالعه من داك الدنجال، يا سلام يا سلام. بصراحه كيجي لذيذ 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 لذيذ، كيجي لذيذ وكيجي رائع، والبنه ديالو لا تقاوم. صافي ضفت هنايا القزبر كما قلت لكم مقطع، غادي نزيد نحرك وكنذوق كنشوف الملح واش هو هذاك. هانتوما شفتوا. صافي دابا غادي نقدموه في طبق مزيان بطريفات ديال الخيار، وكنقدموه مع اي طبق رئيسي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى هنا كنقول لكم مع السلامه.